أخطر تغيير داروه في الفيزا الأوروبية والمغاربة تقريبا ما في راسهمش ولا في راسهم. هاد النقطة هي أن الحساب البنكي، الشخص دابا كيظن أنه راه إلا بغى فيزا سياحية متواصل كاع الدوسي ديالو اللي غيجمعو فيما يخص الحساب البنكي أنه غيبدا يحط فلوس كتيرة فيرمون، يجبد فلوس كذا معاملات في آخر 3 شهور ولا 4 شهور. هادشي ما بقاش كينطالي على القنصلية تا معلّم. دابا القنصلية ملي كتبغي أنك تاخد فيزا سياحية، هاد الأمور كيركزوا عليها بزاف، كيركزوا على الكشوفات البنكية ولكن ماشي بالطريقة اللي كتشوفها أنت شحال كندخل وفين كندخل وشحال خرّجت لا، بعض الحالات أنهم كيدققوا كمثال في عناوين السكن ولا عنوان السكن اللي عندك، واش أنك كدير يعني كتقطّى، واش كتخدم ديك الكارت وكذا. ف حيد من ديك العقلية ديال هاد ما بقيناش لا ما غنستعملش لاكارت ما غنصرفش بلاكارت كنخدموا بالكاش كذا. هاد الخدمة بالكاش إلا كنتي فريمون نتا ما عمرك غتفكر أنك تمشي لشي دولة ولو حتى سياحة، حيتاش الكاش ما غاديش تقدر أنك تبرهن للناس في الإدارات ما يخص الرقمنة إلا بغيتي تاخد فيزا سياحة أنك راك عندك فلوس، ولا أنك راك فريمون راك عندك موفمون بانكير ماشي غير فلوس وصافي. فأنك تحط الفلوس وكذا باش تدفع الفيزا سياحية وتاخدها راه هادشي واخا 30,000 درهم 100,000. المرة تكون عندك حتى 100,000 درهم في الكونت وتقدر ما تاخدش فيزا، حيتاش كيشوفوا الmouvement وكيشوفوا إمتى كتدخّل والخدمة ديالك بطبيعة الحال غيطلبوا واش خدام والّا لا، فالوراق الخدمة تا هُما مهمين وكيكون واحد الcalcul واحد العلاقة ما بين الصالير ديالك وما بين شحال كيدخل لك للحساب والأوقات. فما تظنش أنك غادي تلاعب بهاد الأمور وأنك غادي تاخد الفيزا، فبالعكس وجّد من قبل عام كامل وأنت ديما دير خطة ديال عام أنك باغي تاخد فيزا سياحة العام 2027 الآخر ديالو ولا شهر 6 ولا شهر 7. من دابا توجد الدوسي ديالك داخليًا، ما كنهضرش على الدوسي بشكل عملي وإنما توجد لي غولفي ديالك مزيانين، يكون عندك عقد عمل ديالك رسمي، كنتِ كتخدم الخدمة ديالك تمشي دير مقاول ذاتي ولا ودير الأوراق ديالك وتبقى تخرج لي فاكتور ديالك إلى آخره. هادشي غينفعك بزاف بالنسبة للناس ولا غينفعكم بزاف بالنسبة للناس اللي باغا تمشي أنها تدور يعني تسافر مع راساتها تاخد فيزا سياحية. إلى عجبكم المحتوى تقدروا أنكم تفولواو وتتابعونا.